حكاية قديس وشهيد كل سنة وانتوا طيبين. تعال نعرف ليه بنصوم 43 يوم صيام عيد الميلاد. 3 أيام علشان نقل جبل المقطم لما صامهم، وال40 يوم صامهم موسى على الجبل علشان يستلم الوصايا من رب المجد. طب وليه في صيام الميلاد بنقرأ أول أحدين عن مثال الزارع؟ علشان مثال الزارع بتتكرر فيه عبارة جميلة بتقول من له أذنان للسمع فليسمع. واحنا محتاجين نسمع عشان المفروض نغير قلبنا ونغير فكرنا ونغير مبادئنا للأحسن ونكون قريبين من ربنا. واحنا بنصوم حوالي تلتين السنة، حوالي كده 200 يوم، لكن ما بناكلش فيهم أي حاجة حيوانية أو أي حاجة من الطيور أو من أي أنواع الحيوانات، لأنه احنا ما ينفعش ناكل منهم. لكن الكنيسة لما لقيت إن الصيام كتير شوية علينا فقررت إنه هي تخفف علينا شوية، فإدتنا الصوام ينفع فيها أكل السمك لأن السمك طاهر، وبرضه حياتنا لازم تكون فيها تقشف، فعشان كده في صيام وزي صيام المرتبة الأولى ما ينفعش فيهم أكل السمك مثل الأربع والجمعة وصيام العيد الكبير، وكمان أهل نينوي أو يونان وبرمون الميلاد وبرمون الغطاس دول ما يصحش فيهم أكل السمك خالص. لكن اللي ينفع فيهم أكل السمك هو صيام أمنا العذراء وصيام الرسل. زي صيام الميلاد دول ينفع ناكل فيهم سمك، بس برضو من غير الأربع والجمعة ما ناكلش فيهم سمك. وأهم حاجة في الصيام ولازم نكون قريبين من ربنا ونصلي. وكل سنة وانتم طيبين وبرب المجد مليانين، وبركة رب المجد تكون معاكم إلى الأبد. آمين.